حكايتنا النهاردة عن قضية القرن. أخيرا أسدل الستار على أهم قضية ممكن أسميها قضية القرن. قضت محكمة النقد اليوم بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بعد رفض الطعن ضد الحكم اللي حصل عليه رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب. وعلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على القرار الصادر بحبسه لمدة شهر، وكتب مرتضى منصور: أخيرا رئيس نادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء سبحانه وتعالى. ما تقلقوش عليا، الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها وعزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، وهذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله عرفت وصدقت يا شعب مصر، يا جماهير الزمالك. كان لازم أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي تمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ظهرها. يا جماهير الزمالك يلي اتفقتوا معايا أو اختلفتم، وقفوا ورا فريقكم ودعموه وإن شاء الله هينتصر. عرفتوا كان لازم أختفي من المشهد. يا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، هتوحشوني، وخاصة الأطفال أحبابي. بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء. مستنية تعليقاتكم ورأيكم في قرار الحبس. ما تنسوناش في اللايك والكومنت. لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.